رافينيا يثير القلق في برشلونة قبل مواجهة جيرونا. يعيش نادي برشلونة حالة من الترقب والقلق قبل موقعات جيرونا المرتقبة في الدوري الإسباني، وذلك بسبب استمرار غياب الجناح البرازيلي رافينيا عن التدريبات الجماعية. النجم البرازيلي لم يتعافى بعد من إصابته التي لحقت به خلال مباراة أفيدو، ما وضع علامات استفهام كبيرة حول جاهزيته للمشاركة. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن رافينيا لا يزال يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، وهي إصابة تحتاج إلى وقت وتعاف تدريجي، ما يجعل عودته هذا الأسبوع شبه مستحيلة. هانس فليك مدرب برشلونة يتابع عن قرب حالة اللاعب، خاصة وأن غيابه قد يربك حساباته التكتيكية في ظل ضغط المباريات القادمة. الفريق الكتالوني يعتمد على سرعة رافينيا وقدرته على خلق الفارق في الثلث الهجومي، خصوصا في ظل عدم ثبات مستوى بعض البدلاء. في المقابل، يعمل الطاقم الطبي بكل جدية لإعادة اللاعب إلى جاهزيته الكاملة، مع الحرص على عدم التسرع لتجنب أي انتكاسة جديدة. أجواء الحذر تسود داخل النادي، لكن التفاؤل يبقى حاضرا بأن عودته ستكون قريبة. جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدت قلقها من استمرار الإصابات داخل الفريق، خصوصا أن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في الدوري ودوري الأبطال. فهل يغامر فليك بإشراك رافينيا قبل اكتمال تعافيه، أم يفضل الحفاظ عليه للمباريات الأهم القادمة؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل رافينيا هذا الموسم، بين أمل العودة سريعا ورغبة الفريق في عدم خسارته لفترة أطول. هل يتمكن النجم البرازيلي من تجاوز أزمته والعودة بقوة؟ تابعونا لمعرفة آخر المستجدات وشاركوا برأيكم.